صباح الفل على الاهلي والاهلاويه، صباح الفل عليكم يا رجاله، صباحكم فل صباحكم فل. الالماني ركب العجله، الالماني ركب العجله تاني، ومش اخر عجله، ده لسه هيركب. طول ما هو عايش الخطيب هيركبه، طول ما هو عايش الخطيب هيفسحه، طول ما هو عايش الخطيب هيوديه عند السول زكريا. هو راجل ما بيعرفش يعيش من غير السول زكريا. الف مبروك لكل اهلاوي، الف مبروك لكل واحد الالماني ظلمه. وانا اول واحد ببارك لنفسي، اول واحد ببارك لنفسي. الالماني خلاص، خلاص يا جدعان، ركب العجله والعجله مش هتقف. السول زكريا ربنا يكرمه ويقدره ويقويه، وان شاء الله انا المره اللي فاتت بعت للسول زكريا فياجرا، وان شاء الله المره دي هبعت له فياجرا برضه من عينيا يا سول زكريا. ربنا يقويك يا اخويا، ربنا يقويك على اللي انت فيه. بصوا يا اهلاويه، بصوا يا اهلاويه، شوفوا ربنا وعدل ربنا وحق ربنا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيجيب حق كل اهلاوي، والخطيب اولهم اتشتم واتهان واهله اتشتموا واخواته اتشتموا، لكن ربك الحق والعدل. شوفوا الخطيب فين وشوفوا الالماني فين. الخطيب راكب الدنيا والالماني مركوب من السول زكريا بفضل ربنا، ثم جمهور الاهلي اللي وقف في ظهر الخطيب ودعمه وسنده. ان شاء الله رب العالمين لسه اللي جاي لاحلى للاهلي بامر الله رب العالمين. عايز اقول لكم يا اهلاويه، انتوا النهارده في كل الجروبات وانا طبعا معاكم بتختلفوا وبتتناقشوا وزعلانين من بعض. لا اللوجو ده احلى، لا اللوجو وحش، بنختلف على اللوجو والتيشيرت بتاع اللوجو، بنختلف المهاجم فين يا خطيب، وطول اليوم عمالين تشتموا وتقطعوا في الجروبات في الخطيب عشان المهاجم. وشوفوا الزملكاويه وحالهم الاسود، شوفوا الزملكاويه وحالهم الاسود. شوفوا الالماني وعياله عملوا في الزمالك ايه، خرابه، اقسم بالله خرابه. اكلوه، دمروه، نهبوه اكتر يا جدع من كام 10 مليون ولا مش عارف 12 مليون دولار ولا يورو. اكلنهم الالماني وعياله، اكلنهم سرقه وعمولات. فين الفلوس دي؟ مفيش. وبنلوم على الخطيب. فين المهاجم يا خطيب؟ بنلوم على الخطيب واللي عمله في الاهلي، الفروع واللهم صل على النبي، حدث ولا حرج، والبطولات والصفقات، وبرضه مش عاجبنا. انا عايز اقول للاهلاويه احمدوا ربنا، احمدوا ربنا على اللي احنا فيه. واديكوا شايفين الزملكاويه خلاص بقت زريبه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. اسمها زريبه 100 عقبه، زريبه. الالماني وعياله خلوها زريبه، والله العظيم 3 بقت زريبه خرابه. بعد ما كلوها وبعد ما دمروها نطوا من المركب وخلعوا، وفطوطه وامثاله هزاد الرؤوس خلاص ما بقوش يعرفوا حاجه غير مصلحتهم. مين اللي هيركب؟ مين اللي هيركب عشان اطبل له؟ لكن احنا الجمهور الاهلي بفضل الله، بفضل الله بنطبل ونساند وندعم للي يخلي الاهلي فوق بانجازاته وبطولاته. بفضل الله اللي جاي احلى، زي ما دايما اخوكم بيقول ان شاء الله رب العالمين اللي جاي احلى. ورجع مرتضى يا خطيب بقى، كفايه يا خطيب. هتعمل فيه اكتر من كده؟ هتعمل ايه في الالماني يا خطيب اكتر من اللي انت عملته؟ هتعمل ايه يا خطيب في الزمالك؟ خلاص هتقفله؟ يعني انت يا خطيب عايز الزمالك يتقفل وما يبقاش في حاجه اسمها الزمالك وتدمر جمهور الاهلي؟ امال نضحك على مين؟ نحفل على مين؟ ما ينفعش يا خطيب. سيب لنا حته، سيب لنا حته نضحك عليهم فيها. مش معقول كده. لو انت يا خطيب ناوي تقفل الزمالك، احنا اللي هنقف لك جمهور الاهلي. لا لهبوط الزمالك، لا لقفلان الزمالك. ما نقدرش نعيش من غيرهم، ما نقدرش نعيش من غير ما نضحك عليهم، ما نقدرش نعيش من غير ما نحفل عليهم. هم دول الحاجه الحلوه في حياتنا اللي بتخلي اليوم بتاعنا يعدي، لما نشوف كده بواب ونحفل عليه. فارجوك يا خطيب رجع مرتضى، او لا ما ترجعوش، سيبه. لا هو يستاهل، هو يستاهل. السول زكريا مش خساره فيه، السول زكريا مش خساره فيه. وقبل ما اقفل انا بشكر المستشار محمد عثمان ومحمد رشوان والناس الجميله دي اللي كانت سبب
في ان الالماني يتركب من سول زكريا. صباحكم فل يا اهلاويه، وان شاء الله المهاجم في الاهلي. انا عارف كل الليله بتاعت الاهلي مهاجم مهاجم مهاجم، المهاجم في الاهلي بامر الله. صباحكم فل يا رجاله.